أهلا بيك في أول فيديو على قناتنا عقلي ومفتاحه. هنا هنساعدك تطور نفسك وتعيش حياة أحسن خطوة بخطوة. لو بتحب تقرأ أو مهتم بالتنمية الذاتية، هنا هتلاقي ملخصات لأهم كتب تطوير الذات، وكمان أفكار عملية تطبقها فورا في حياتك. مش بنقول ما تقراش الكتب، بس لو وقتك ضيق احنا هنا علشان نوصل لك اهم الافكار بطريقة بسيطة وسريعة. لو نفسك تبدأ تغير من حياتك يبقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ الرحلة سوا. بتأجل الشغل المهم باستمرار، بتحس دايما بالتوتر ومش قادر تركز في الشغل اللي قدامك، مش قادر تتحمس للأهداف اللي ممكن تحسن حياتك وتنقلها في مكان تاني. لو الإجابة أيوة، ممكن تكون محتاج دوبامين ديتوكس. الحلقة دي بناء على كتاب دوبامين ديتوكس لكيفو موريس. ايه هو الدوبامين؟ الدوبامين هو ناقل عصبي مفيد ومتصمم بحيث يخلينا نتوقع ونستنى المكافآت زي الأكل اللذيذ مثلا. هو اللي بيحركنا علشان نوصل للمكافأة المثيرة اللي مستنيانا. دور الدوبامين هو إنه يحفزك تتحرك عشان تكسب المكافأة المتوقعة اللي محتاجها للبقاء أو التكاثر. ده دوره الأساسي. فين المشكلة؟ للأسف النهاردة العملية الطبيعية دي تم الاستيلاء عليها واستغلالها لأهداف تانية، زي ما هنشوف. الاستخدام الغير طبيعي والمفرط للدوبامين أحيانا لدرجة الإدمان بيؤدي للتحفيز الزائد. طب إيه خطورة التحفيز الزايد؟ التحفيز الزايد بيسبب التشتت والتوتر وفقدان التركيز بشكل كبير، فبيخلي أي مهمة محتاجة تركيز تبقى أصعب جدا، والنتيجة هتفضل تأجل مهامك وتسوف طول الوقت. إزاي بيتحول الدوبامين من ناقل عصبي مفيد لإدمان؟ ده بيحصل لما بنبتدي ندور على المحفزات اللي بتسبب إفراز الدوبامين لدرجة إننا طول الوقت عايزين أكتر وعمرنا ما بنكون راضيين أو مشبعين، لأننا أول ما بنوصل للمكافأة المتوقعة غالبا بنحس بالفراغ. مفيش أي كمية من التحفيز هتوصلنا للإشباع اللي بندور عليه، وكل ما بنسعى للتحفيز الموضوع بيبقى أسوأ والسيطرة عليه بتكون أصعب، وبندخل في حلقة مفرغة. خليك فاكر الدوبامين بيتنشط لما تتوقع متعة محتملة، والمتعة دي بتكون مؤقتة. إزاي الدوبامين تم استغلاله لأهداف تانية غير هدفه الأساسي؟ تركيزك في حد ذاته يعتبر ثروة. خبراء التسويق بيصرفوا مليارات الدولارات عشان يشدوا انتباهك. شركات السوشيال ميديا فاهمة كويس إن كل ما قضيت وقت أكتر على منصاتهم كل ما دخلهم زاد من الإعلانات. مثلا استخدام الإشعارات يعتبر اكتشاف عظيم ليهم. كتير بنفتح تطبيق معين لمجرد إن إشعار أحمر ظهر على الشاشة، وبالتالي نضيع وقت كتير على نفس التطبيق من غير ما نحس. ممكن يوصل لمئات الساعات كل سنة. الإشعارات تعتبر مثال مهم بيوضح إزاي مخك بيتم الاستيلاء عليه. كل ما تشوف إشعار بتتوقع المكافأة اللي هتحصل عليها لما تضغط عليه، وده بيفرز الدوبامين في مخك، لكن ده عمره ما هيخليك سعيد أو مشبع. فبدل ما تستخدم الإنترنت للحصول على معلومات أو التواصل مع الأحباء، الإنترنت بقى هو اللي بيستخدمك بالاستيلاء على تركيزك، والنتيجة إنك بتبقى غير منتج ومتوتر طول الوقت. إزاي إدمان الدوبامين ممكن يأثر على نجاحي وإنتاجيتي؟ الدراسات بتقول إن واحد من أفضل مؤشرات النجاح هو القدرة على التفكير على المدى البعيد. الناس اللي دايما مركزة عايزة تكون فين في المستقبل بتاخد قرارات أفضل في الحاضر. وللأسف النهاردة التركيز على أهدافنا بعيدة المدى أصبح مش سهل. في عوامل خارجية كتير بتشدنا للتفكير القصير المدى وبتوقعنا في فخ طلب الإرضاء السريع. السوشيال ميديا اللي هي من أهم محفزات إفراز الدوبامين بتبرمج دماغنا على ردود الفعل السريعة. لما بتجيلنا ردود فعل مستمرة سواء باللايكات أو التعليقات أو الردود على رسائلنا، بنعود نفسنا نتوقع نتائج سريعة لكل حاجة بنعملها.
ده بيخلينا نتبنى مفاهيم مغلوطة زي إن النجاح لازم يجي بسرعة وسهولة، أو مش لازم أشتغل بجد عشان أخسر وزن أو أكسب فلوس. المفهوم ده بيشوه رؤيتنا للواقع وإدراكنا للوقت. عشان كده بنحس إننا لازم نلحق نلاقي السر اللي هيساعدنا ننجح بسرعة، وفي السباق المحموم ده بننسى قيمة مهمة: الصبر. الفرجة على فيديوهات تحفيزية طول اليوم مش هتساعدك توصل لأهدافك، لكن الهدوء والتركيز على المهمة اللي قدامك كل يوم هو اللي هيساعدك. لتحقيق الأهداف طويلة المدى لازم ترجع تسيطر على انتباهك وتبرمج دماغك من تاني للتركيز على المدى البعيد. وعشان توصل لده لازم تبدأ بالبعد عن الأنشطة اللي بتسبب التحفيز العالي، اللي هو من أهم أسباب التسويف والتأجيل. طب ليه حالة التحفيز الزايد بتتحول لحلقة مفرغة والخروج منها بيكون صعب؟ للأسف بمجرد ما تدخل حالة التحفيز الزايد عقلك هيلعب عليك حيل تقنعك إن مفيش داعي إنك تخرج من الحالة دي. الحيلة الأولى، عقلك هيقولك إن الرجوع للشغل سهل، وإنك ممكن تبدأ في أي وقت تختاره، وإنك مسيطر على أفعالك. لكن في الغالب مش هتقدر ترجع للشغل لمدة ساعات، وممكن حتى تلاقي نفسك بتأجل مهامك الأساسية لتاني يوم. الحيلة التانية، عقلك هيقولك إنك ممكن تعمل الشغل بعدين، وإن في وقت كتير بعد الدور، أو حتى بكرة أو الأسبوع أو الشهر الجاي، ولو مش بتقاوم التسويف هيتحول لعادة. الحيلة التالتة، عقلك هيبعلك فكرة إنك لازم تحصل على متعة وإثارة أكتر وتنسى أي حاجة تانية دلوقتي. لكن في الحقيقة الإثارة مش هي الرضا. الإثارة ممكن تكون ممتعة في وقتها، لكن الهدوء والتركيز هيوصلك للرضا على المدى الطويل. الحيلة الرابعة، عقلك هيقولك إن في حاجات بتفوتك. لما تشوف الإيميلات أو الأخبار كل نص ساعة ده بيديك وهم التحكم في البيئة بتاعتك. فكر كده، هل دايما لازم ترد على الإيميلات فورا؟ هل فعلا لازم تبص على آخر الأخبار بانتظام؟ طب إزاي نقلل مستوى التحفيز عندنا عشان نخلي المهام الكبيرة أكتر جاذبية؟ الدوبامين ديتوكس، وهو عبارة عن طريقة لتقليل المحفزات زي الإنترنت، الأفلام، الموبايل، السوشيال ميديا وألعاب الفيديو. والبديل ممكن تتمشى في هدوء، تتأمل أو تسترخي أو تقرأ، والهدف منع التحفيز الزايد، وده بيساعد عقلك يكون في الحالة المناسبة للشغل على المهام الكبيرة. بس كده، لحد دلوقتي عرفنا يعني ايه دوبامين، ازاي بيأثر على تركيزك، وليه التحفيز الزايد ممكن يكون عائق كبير قدام انتاجيتك. بس دي كانت البداية. في الجزء الثاني هنتكلم عن الخطوات العملية للديتوكس وازاي تبدأ تطبقها في حياتك من النهاردة. لو مهتم تستعيد تحكمك في وقتك وتركيزك ما تفوتش الجزء الجاي. سلام.